must never be scared to kill. A revolution demands that at some point there must be killing, because the killing is part of a revolutionary act. I don't know what's going to happen in the future. I'm saying to you, we've not called for the killing of white people, at least for now. I can't guarantee the future. Yeah, but I mean, you'd understand somebody watching that, especially as it gets shared on Twitter, they freak out. It sounds like a genocidal call. Cry babies. Cry babies. I'm not calling for the slaughter of white people, at least for now. I can't give you a guarantee of the future, especially when things are going the way they are. Subtext. Especially if things are going the way they are, there will be a revolution in this country, I can tell you now. We are not calling for the slaughter of white people, at least for now. That means at some future date, we may call for the slaughter of white people. Is that correct? Let's deal with that at that future date. I don't know what's going to happen. So you're saying you are not ruling out that in the future you may very well call for the slaughter of white people? It may not be me. Could it be you? It could be me, yes, but it may not be me. Yes, so it could be you. You could, at some future date, call for the slaughter of white people. Shoot to kill. Hamaza. Kill the poor, the farmer. Kill the poor, the farmer. Brr, pa. إذا متابعينا الكرام، هذا اللي استمعتم إليه يتحدث قبل قليل، هذا ليس بمجنون، وماشي شي حد مجنون داروا معه حوار صحفي ولا شي حد، هذا أحد أبرز المرشحين للانتخابات في جنوب إفريقيا. وكما استمعتم في بداية هذا الفيديو، اللي ما فهمش اشنو كيقول هاد خونا هذا بصريح العبارة كيقول على أنه إذا نجح وفاز في الانتخابات فإنه سوف يقوم بقتل الأشخاص اللي عندهم اللون الأبيض في جنوب إفريقيا، اللي عندهم البشرة البيضاء في جنوب إفريقيا. أي أن هاد خونا هذا اللي هو بالمناسبة هو الرئيس ديال واحد الحزب سميتو حزب المقاتلين أو حرية المقاتلين الاقتصادية ولا شي حاجة بحال هكا، ايكونوميك فريدوم فايتر، هذا هو الحزب ديالو، ايكونوميك فريدوم فايتر، مقاتلي الحرية الاقتصادية. فكما سمعتم هذا أحد الأبرز المرشحين في الانتخابات ديال جنوب إفريقيا، يهدد على أنه غادي يقتل اللي عندهم البشرة البيضاء، ما يعني حرب أهلية في جنوب إفريقيا. باش تعرفوا جنوب إفريقيا فين غادا، هادو اللي متحالفين مع نظام حضارة الجزائر ضد المغرب وجالسين حنا وتقرير المصير والحريات وما إلى ذلك، وهذه المسألة سبق وأشرت إليها في العديد من الفيديوهات. جنوب إفريقيا شحال ما بقى ليها الوقت غادي تنوض فيها حرب أهلية، لأن هاد الدوامات ديال العنف العنصرية ما عمرها ما غادي تسالى في جنوب إفريقيا، ما بين البيض وما بين السود وما بين اللي عندهم بشره بيضاء واللي عندهم بشره سوداء، ما عمرها ما غادي تنتهي. وكما شاهدتم في نهايه الفيديو ديال داك خونا هذاك الزعيم ديال هذا الحزب، راه عنده واحد الدعم كبير جدا ديال اللي عندهم بشره سوداء في جنوب افريقيا، ما يعني احتمال كبير انه يقدر ينجح في الانتخابات. وإلا نجح في الانتخابات راكم شفتوا الطريقه اللي كيتكلم فيها، القتل 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 القتل، هذه اللي عنده على فمه، وكيهدد بطبيعه الحال هذوك اللي عندهم بشره بيضاء. هاد العنصريه في جنوب افريقيا راه عمرها ما غادي تسالى. ومن بعد كيخرجوا لك هذا الحزب الحاكم اللي كاين الان في جنوب افريقيا وكيقول لك حنا والحريات وتقرير المصير وما عرفت شنو، نتوما عندكم واحد الفتيل في جنوب افريقيا سوف ينفجر قريبا وما عندكمش ليه الحل، ما لقيتوش ليه الحل، لان هذا الحزب الحاكم في جنوب افريقيا بلاص انه مكان ينشغل في ايجاد حلول لهذا المشكل العنصريه اللي عندهم الداخل، لا، متبعين نفس النهج ونفس الاستراتيجيه ديال نظام حضاره الجزائر، تصدير الازمات الى الخارج، تصدير الازمات الى الخارج، كيحاولوا على انهم يلقاو شي مشكل في الخارج باش يغطيو على المشاكل اللي عندهم الداخل. وهذه المساله ما عمرها ما كتنجح وما عمرها ما غادي تنجح. انتم كتشوفوا هاد خونا هذا الان اللي مرشح للرئاسيات في جنوب افريقيا كيفاش داير، كيفاش كيتحدث، كيقول لك انا غادي الا طلعت الرئاسه غادي نقتل هذوك اللي عندهم بشره بيضاء، لانه هما السبب المشاكل في جنوب افريقيا وما الى ذلك من هذه الامور. وعنده دعم كبير واحتمال كبير انه ينجح. يعني جنوب افريقيا غادي تدخل في دوامه الحرب الاهليه. وخلال الاشهر القليله الماضيه شفنا العديد من دوامات العنف ومن اعمال العنف اللي كانت في جنوب افريقيا.
وهي فقط مقدمة لما هو قادم لجنوب إفريقيا. فهذو اللي حاكمين الآن بلاص ما كانوا يستغلوا السنوات الماضية في أنهم يلقاو حلول لهذه المشاكل، تا هما مشاو تحالفوا مع نظام حضارات الجزائر وبقاو مقابلين المغرب، حاضرين المغرب في كل المناسبات وكل المحافل الدولية، مع العلم أنهم يفشلون دائما ضد المغرب وينهزمون دائما ضد المغرب خصوصا على المستوى الدبلوماسي، لكن لا، بقاو متابعين المغرب وبقاو كيحاولوا على انهم يصدروا ديك الازمه اللي عندهم الداخل باسم المغرب ومرتزقات البوليزاريو وتقرير المصير وما عرفت شنو، هذه الامور كلها. في حين انتم شفتوا جنوب افريقيا الى اي مصير هي تتجه، هذا اللي استمعتم اليه راه مرشح للانتخابات. تخيلوا معايا دابا شي حد مرشح في الانتخابات المغرب يقول لك انا الا طلعت رئيس حكومه غادي نقتل سأقتل هذه الجماعة الفلانية ولا الجماعة الفلانية ولا هذه ولا هذه ولا هذه. راه نفس المسألة عندهم الآن في جنوب إفريقيا مع هذا خونا هذا اللي الرئيس ديال الحزب سميتو ايكونوميك فريدوم فايتر، في الخطاب ولا في التجمعات الخطابية ديالو ولا الترويج ديال الانتخابات ديالو ما كاين غير القتيل والذبيح والصليخ. هذا هو الخطاب ديالو، الخطاب الانتخابي ديالو، وغادي عنده الدعم. وبقاو مقابلين يا جنوب افريقيا، بقاو تابعين للمغرب، انتم غاديين في الحيط بحالكم بحال نظام حضارات الجزائر. فهادشي اللي كاين متابعينا الكرام، واراكم في فيديو قادم.